تحول أخيرا إلى القاهرة. محمد محي الدين، القاهرة كانت من ضمن البيان بالتأكيد العربي الإسلامي الشاجب للتصريحات، لكن بالتأكيد أيضا القاهرة هي تلعب دور رئيسي في ترتيبات ملف غزة والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كيف هي الأصداء؟ وقبل هذا البيان المشترك أصدرت القاهرة بيانا منفردا رفضت فيه هذه التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي، واعتبرت هذه التصريحات تجاوزا للأعراف الدبلوماسية والدولية، وكذلك مخالفا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي. القاهرة أبدت استغرابها من هذه التصريحات في هذا التوقيت، خصوصا بعد انعقاد الاجتماع الأول لمجلس السلام، وكذلك تعتبر هذه التصريحات تخالف خطة الإدارة الأمريكية المكونة من 20 نقطة، والتي تستهدف إلى جانب خفض التصعيد في المنطقة يعني عودة السلام مرة أخرى، ولكنها تستهدف أيضا إقامة أو خلق مسار سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67. القاهرة هنا جددت تأكيدها ورفضها لعدد من الأمور. أولا، رفضها لأي سياسات استيطانية تقوم بها إسرائيل ومحاولات ضم الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة. رفضت أي سيادة وقالت أنه لا سيادة لإسرائيل على أي من الأراضي المحتلة وكذلك على أي من الأراضي العربية. جددت موقفها المؤكد لتأييد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعدم الاعتراف بالاحتلال الفلسطيني لأي من الأراضي الفلسطينية أو أي من الأراضي العربية. كذلك كان هناك بيان صدر عن جامعة الدول العربية والذي أكد فيه الأمين العام للجامعة العربية رفضه لهذه التصريحات، ومؤكدين أنها سابقة خطيرة تتعلق بتجاوز الأعراف الدبلوماسية وكذلك الدولية، وربما تثير أيضا يعني تثير المشاعر الوطنية والدينية في هذا التوقيت الحساس التي تمر به المنطقة. إلى جانب ذلك كان هناك تحرك جماعي من قبل مصر بإصدار هذا البيان المشترك الذي أشار إليه الزملاء، ولكن هناك أيضا تحرك من نوع آخر وهو التحرك الشعبي والسياسي في مصر. عدد من الأحزاب المصرية أصدرت بيانات ترفض وتدين هذه التصريحات وتطالب بتحرك رسمي عربي وإسلامي تجاه هذه التصريحات وهذه النوايا، وكذلك شعبيا هناك تفاعل كبير ورفض كبير على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المصريين، خصوصا بعد إدراج أيضا اسم مصر في هذه التصريحات. صحيح، لأنه يعني كان يتحدث عن الرؤية التوراتية من الفرات إلى النيل. شكرا جزيلا.